السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياسو. كل عام وحضراتكم بخير والأمة الإسلامية جميعا بخير إن شاء الله تعالى بمناسبة عيد الأضحى، وربنا يتقبل من جميع الحجاج والمعتمرين إن شاء الله تعالى. طبعا أحب أن أقول لكل جمهوري وحشوني جدا، لأن اتقابلنا في العيد الصغير ودلوقتي بنتقابل في العيد الكبير، وبنتكلم عن حياتنا وازاي نتعامل معاها وازاي نعيش حياة سعيدة خالية من الأمراض العضوية والأمراض النفسية. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. فالله سبحانه وتعالى هو الشافي. وهنبدأ مع بعض كده نكمل موضوع الرفلكسولوجي أو ما يعرف بالطب الفرعوني، وخصوصا ان دي حاجات قليلة جدا جدا في مصر او على مستوى الوطن العربي الناس تكون عارفاها. فنبدأ كده واحدة واحدة نتكلم عن هذا الموضوع الشيق، وازاي ان احنا نعيش حياة خالية من الامراض، سواء كانت هذه الامراض امراض عضوية او امراض نفسية. لو تتذكروا حضراتكم كده من الحلقة اللي فاتت اتكلمنا ان الانسان بداخله عناصر كيميائية طبيعية. اخر احصائيه كده عملتها الولايات المتحده الامريكيه ان في جسمنا كيماويات بتعادل نقديا 23 مليار دولار. 23 مليار دولار ده نسب الكيماويات الموجوده في جسم الانسان. بعض الناس يقول لك دلوقتي الدنيا عماله تغلى والدنيا كذا، مفيش حد رخيص الا البني ادم. لا، المعلومه دي غلط. علميا اثبتت الاحصاءات العلميه والابحاث العلميه ان جسم الانسان بداخله كيماويات بتعادل 23 مليار دولار. وربنا سبحانه وتعالى ادانا نعم كثيره جدا جدا جدا، لكن للاسف احنا اللي مش قادرين نحافظ عليها. يعني لو جبت واحد كده بقول له مثلا انا هاخد منك عينيك، تدفع كام؟ او انا اديك كام تاخد كام وادي لك واخد منك العين. نعمه بس الرؤيه، نعمه التذوق. هارون الرشيد لما سألوه بما يملك من ومن قالوا له تدفع كام في شربة ماء؟ قال نصف ما أملك. طيب وإخراج هذه المياه اللي شربها ديا عشان تخرج بس منه يدفع كام؟ قال ما أملك كله. يا أهل الدرجة دي نعمة كبيرة جدا. طبعا. فلازم ناخد بالنا حضراتكم ازاي ان احنا نتعامل مع حياتنا، سواء حياتنا الشخصية، ازاي اتعامل مع الاخر، ازاي حسن تعاملي مع الاخر دون له علاقة نفسية وله علاقة عضوية بتنعكس عليه. كل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عنها، وياريت كده نكون صاحيين كده وواعيين، ما يكونش اللحمة والناس بعد كده هتروح اليوريك اسيد عالي والناس رجلها ابتدت تورم. كل ده من اكل اللحمة. لا، واحدة واحدة كده، كلوا ولا تسرفوا. تمام؟ طيب نتكلم الأول في حياتنا الشخصية وكيفية تعاملاتنا مع الآخرين. أنا لازم يا جماعة عشان أتعامل مع الآخر ده لازم أعرف طبيعة هذا الآخر. إحنا كل إنسان له بصمة مختلفة عن التانية، وبالتالي نحن جميعا مختلفين طبائع وشخصيات. كل واحد له لغة معينة، الواحد إزاي يتكلم من خلالها، ازاي يكون مدخلي لهذا الاخر، ازاي لا اقتحم على هذا الاخر. لازم افتح الباب بيني وبين الاخر ده، لان لو في اي مشكلة بيني وبينه خلاص حصل قط، حصل كده انقطاع، مفيش تواصل بيني وبينه. صح؟ بتيجي كده تعمل اي برنامج في الكمبيوتر يقول لك نو كونكت او كونكت، في اتصال او عدم تواصل. فاحنا لازم نتكلم كيف نتواصل مع الاخرين في حياتنا عشان نقدر نتعامل مع هذا الآخر. أول شيء أنا لازم أعرفه عن الآخر ده هو شخصيته إيه. فاكرين الدكتور إبراهيم الفقي عليه رحمة الله كان بيتكلم في البرمجة اللغوية العصبية كده حاجة اسمها ال NLP اللي هي البرمجة اللغوية العصبية. أنا عندي 3 أصناف من الشخصيات، كلنا فينا 3 حاجات دي.
إما تكون شخصية بصرية أو شخصية سمعية أو شخصية حسية. يبقى عندي شخص بصري، عندي شخص سمعي، عندي شخص حسي.